روتين العيد في المطبخ. أهم شيء هو المطبخ في الشقة كلها. يعتبر الشغل كله في المطبخ لما تيجي بتروقي ولا تعملي أي حاجة. هو أهم شيء عندنا المطبخ. زي ما انتوا شايفين كده روقت كل حاجة، وفي نفس الوقت شلت الشفاط والغسل وبقى زي الشمع زي ما انتوا شايفينه كده هوت. وعملت السيراميك، وحظ كل ما اسجل الاقي راجل بيعدي بيبيع حاجات. يلا الحمد لله على جيب ربنا. زي ما انتوا شايفين كده الدنيا حلوة وزي الشمع وزي الفل. اليوم ده يعتبر يوم الروتين. كان ليلة العاصفة. كنت فين ليلة العاصفة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزة أقول لكم أنا كنت مع الأموات يوم العاصفة. هتصدقوا وتأمنوا بالله ان انا اصلا ما حسيتش بجنس حاجة من اللي حصلت يوم العاصفة ديت بالليل. انا كنت هنا بقى. يعتبر ليلتها كنت بشتغل، وكنت يعتبر المغرب او العشاء. كنت في العشاء روقت وما جبتلكوش بقى المقطع وانا بغسل الشفاط. حتى الشفاط على جنب نضيفه اهوت، والسيراميك كله جوزي هو اللي ساعدني في السيراميك عشان طبعا هو عالي. السيراميك وهو واقف على الكرسي، وبقى يرش صراحة ومسح لي السيراميك كلته من فوق وخلع لي الشفاط. وانا غسلت الشفاط بس ما جبتلكوش المقطع بتاعه، لان كان في المقطع بتاعه وانا بغسله كان برضو جوزي واقف ورايا يعتبر على جنب، فمرضتش ان انا اجيب لكم مقطع الشفاط. هو طبعا غسلت بقى السيراميك كده هوت من ورا، وغسلت الشباك يعتبر بتاع الشفاط، وغسلت البوتاجاز كله. وعماله بقى بفتح في بفتح في الازاز عشان اخلعه اغسله. المستحيل راضي يتخلع. تاني مرة دي ان انا اجي اخلعه ومرضاش معايا يتخلع، رغم ان جبت مفك غير المفك اللي انا عايزه اعمل بيه، واعمل بالسكينة حبة واعمل بالمفك حبة، مرضاش ان هو يتخلع. في اليوم ده كنت حاسة ان في حاجة غريبة. عايزة اقول لكم سقعانة ولا مش سقعانة، ولا دايخة ولا تعبانة، مش عارفة انا كان فيا ايه. المهم انا مسحت بقى يعتبر البوتاجاز كده هو من بره ومن جوه، ب... يعتبر بالمادة بتاعة الدهون كده، وسبته شوية. زي ما انتوا شايفين خلصت كل الرخامة. وفي نفس الوقت الشفاطة اهوت حطيته على جنب، وغسلت الشباك زي ما قلت لكم. الحتة دي بقى كلها اللي كان متعلق عليها المعالق دي كلها، وكانت المعالق محطوطة هنا وانا برش يعتبر المادة بتاعة الدهون على على السيراميك. خلعت اللي فوق وشلتهم وغسلتهم، ودولت بقى طبعا عليهم طرطشة يعتبر من المادة بتاعت الدهون. رحت بقى خلعاها بالمرة، لان خفت طبعا ان هو هيجي عليه المادة ديت، ما ينفعش طبعا ان هي ستاب كده ما يتغسلش. فقلت اغسل. المهم قعدت عافر شوية لحد ما غسلتها. المية دي كانت تعتبر سخنة مولعة، كانت سخنة. سامحوني بقى ان انا بسجل والراجل معدي زي ما انتوا شايفين كده، بس انا كنت حاسه ان في حاجه غريبه. عايزه اقول لكم كنت سقعانه. مش عارفه كان في ايه. طبعا وقفت كتير في المطبخ، ويعتبر الحوض اللي يعتبر تحت الحوض هجيب لكم المقطع اللي انا كنت فيه. كنت قاعده وبطلع البلاستيكات، وانتوا عارفين ان في برطمانات تحت وبطلعها وبغسل بقى بالخرطوم واكب ميه والكلام ده كله. كنت عمالة بقى وزي ما انتوا شايفين الفيديو بسيط. بس بقول لكم بصوا المية كانت سخنة مولعة والله، وانا بغسل ما كنتش طايقة المية، رحت مطلعة على الرخامة من من سخونية المية. رحت دهوت آه في الوقت ده كنت تعبانة جدا جدا جدا. المهم ان انا قعدت قلت هستحمل لحد ما اخلص وكده، رغم ان هو نص الفيديو يعتبر ممسوح. بس لقيت بقى يعتبر زي ال10 دقايق دولت كده هوت، قلت اسجله لكم عشان في الوقت اللي انا كنت فيه بعد ما خلصت اللي على الحوض ده هوت.
جه فجأة مرة واحدة جنبي وجعني، سبت بقى الدنيا زي ما هتشوفوا كده هوت. بعد ما طلعت الحاجات من تحت هتشوفوني وانا قاعدة، كنت خلاص في الوقت ده كنت تعبت، وكنت ماسكة نفسي ان جنبي وجعني، ما كنتش طايقة جنبي. المهم يعتبر ايه، رحت ايه مخلصة كده الفيديو على طول وما كملتش بقيته، وصورت لكم ايه حتى المقطع يعتبر الاخير زي ما انتوا هتشوفوه. آه ورحت رايحة قاعدة على الكنبة بره. انا قعدت على الكنبة وما كملت الثانية، ولقيت بصوا جنبي ده سكاكين كده بتقطع فيه، يعتبر جنب اليمين، تعرفيش بقى الكلى ولا ايه اللي جرالي، ومش طايقة ان انا اتكلم، وكنت حاسة ان انا عايزة ارجع وعشان اكلم جوزي، مش طايقة او مش عارفة اطلع النفس اللي عليا. ان انا دخلت على السرير وبنتي جت عطتني حقنة مسكنة، وعايزة اقول لكم انا ما دريتش بنفسي الا الصبح، اقسم بالله ما دريت بنفسي ولا حسيت بالعاصفة اللي حصلت ديت الا بعد الساعة 11 الصبح، ان بنتي كانت جت وقالت لي ماما شفت يا ماما اللي حصل. اقول لها ايه اللي حصل؟ قعدت تحكي لي اللي حصل، والله انا ما دريت باي حاجة. عايزة اقول لكم انا كنت حاسة ان انا مع الاموات، في اليوم ده كنت حاسة اني مع الاموات، يعني في لحظة، شوف في لحظة الاعصار او العاصفة دي حصلت، وانا في لحظة يعتبر كنت نايمة سطيحة ما دريتش باي شيء. حد يصدق؟ يعني شوف انا في ايه، وربنا شوفي سبحان الله اللي حصل في اسكندرية، وانا في قلب اسكندرية ومش عارفة ايه اللي حصل بالظبط، ولا حسيت بجنس حاجة ولا شتا ولا رعد ولا اي حاجة من اللي حصلت دي كلها. طبعا. يعني عايزة اقول لكم كنت تعبت بقى خالص، والحقنة معرفش هي حقنة، قالت لي ده كوتيلاك مسكنة، وخدتها ولا حسيت بجنس حاجة الا الصبح، اقسم بالله الا الصبح. والساعة 10 11 كده بنتي كانت جاية وبتحكي لي بقى اللي حصل، انا بتحكي لي وانا بقول لها ليه ده، ايه اللي حصل ده؟ قالت لي ما انت ازاي وما حسيتيش؟ قلت لها والله ما حسيت، رغم ان انا نومي خفيف جدا. بصوا في الحتة دي بقى كنت خلاص بدأت التعب جدا جدا، رحت شايلة كل الحاجة كده وقلت اعمل بسرعة، لان طبعا كنت بالليل ومفيش حد الا انا وربنا، وجوزي كان ساعتها ايه كان بره، وجه بالصدفة ايه كنت خلاص شلت الحاجات دي كده. هو زي ما انتوا شايفين كنت في قمة التعب يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو. طلعت كل حاجة وقلت ايه، طبعا تنظيفة العيد بقى لازم، حتى لو انت شايلة بتنضفي وتعملي وتخلي وتسوي. بصي حتى وشي مانيش قادرة ان انا ابص على الكاميرا، خلي بالكم بالمنظر دهوت كده هوت. رحت مطلعة كل حاجة، يعني شوفوا اللي حصل بره ايه وانا كنت في ايه ومش عارفة ايه يعني. ربنا سبحان الله ان انا ما دريتش باي شيء خالص من العاصفه اللي حصلت دي كلها. عايزه اقول لكم كنت حاسه فعلا ان انا كنت فعلا مع الاموات، رغم ان انا نومي خفيف جدا، ان انا من اقل حاجه بصحى. بس سبحان الله يعني انا خدت الحقنه من هنا، وربنا كان عالم بيا من هنا تاني خالص. قلت يلا الحمد لله. بص التعب اللي انا كنت فيه ما كنتش قادره ساعتها خالص. رحت شايله بقى الحاجات دي كده كلها وخلصت على قد ما اقدر. في حاجات ما صورتهاش ما قدرتش، لميت كل ده كده هوت، وشلت برضو رغم تعبي شلت الغسالة ورحت مسيقة بصوا مكانها، ورحت برضو ركناها على جنب كل ده هوت، والحاجة هي كلها محطوطة. وهوت كنت عايزة اوريكم ورق العنب، بصوا كل ده شلته اللي فوق، لكن اللي تحت خالص طبعا يعتبر هما دولت. وبوريكم ورق العنب اهوت اللي انا مخزناه معاكم. بصوا لونه بقى جميل ازاي، وحطاه برضه اهو مغطياه في كيس، ورجعت الدنيا كلها زي ما كانت. وهنا كنا بالنهار بقى، وحبيت اصور لكم كل ده قبل ما اعرف اي حاجة خالص. والنهار طبعا طلع ما كنتش عارفة اي حاجة. ويا رب يكون فيديو النهاردة كده عجبكم، ودعواتكم ليا. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. والحمد لله على اللي يجوب ربنا. والمهم حاجة ان الايه المطبخ نضف،
ونضفناه، والحمد لله على كل حال، وكل شيء بإذن ربنا، والحمد لله على جوب ربنا، وربنا يسترها معانا كده كلنا يا رب العالمين. واديني ايه، خلصت اهوت وخلصت كمان، وكان روتين جامد جدا، وكنت تعبانه فيه قوي قوي قوي، والحمد لله على جوب ربنا. وما تنسيش بقى دعواتكم الحلوه كده ليا، وبقول لكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.